يلا مرحبا بكم يا قراء جريدة البيان. تحياتي من السعودية إلى الإمارات بمناسبة فعاليات قمة رواد التواصل العرب. أنا اسمي بنتلي براون وأنا السوداني أمريكي تشادي، ما نعرف يعني نقول لك شنو، يعني بين تشاد والسودان، يعني أمريكي خواجة. تشاد هذه الدولة اللي في أفريقيا. تشاد كده جنب السودان بالضبط. تشاد. المشكلة شنو؟ أنت مشكلتك شنو؟ يعني قولها بس، قولها بس، يعني ما أعرف يعني قولها يعني أبيض. قول. لا 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 لا. بسكن في جدة في السعودية وبشتغل في صناعة الأفلام، يعني بيسوي فيديوهات قصيرة كده للإنستغرام. يا أخي أنا من جيت السعودية ما فهمت الكهرباء 220 ولا 110 ولا إيش بيك؟ إيش بيك؟ إيش بيك شنو؟ ثاني حاجة السلام عليكم. يلا. ثاني حاجة نسينا في أفلام شوية أكبر زي الدراما، وافلام وثائقيه كمان زي استاذ اللي بيتكلم في علاقتي انا مع الرجل اللي علمني اللغه العربيه الفصحى، اللي هو نفس الوقت كان فنان موسيقي. طيب انا في الطفوله تربيت في تشاد، مولود في امريكا لكن تربيت في تشاد. تشاد دي زي باقي البلدان اللي هي يعني ناس بيتكلموا فيها عربي لكنها بعيده من البلاد الثانيه العربيه، عشان كده انا لما بسافر لبلد ثانيه يتكلموا فيها اللغه العربيه لازم بغير لهجتي عشان الناس يفهموني. أنت إيش جنسية؟ مصري؟ ما مصري. سوري؟ ما سوري. تركي؟ ما تركي. لبنان؟ ما لبنان. ممكن سوري؟ ما سوري. ما سوري؟ ما سوري. ممكن عشان عيوني زرقاء بيفكروني بتكلم سوري ولا لبناني ولا حاجه، بس لما يسمعوني وما شايفين وجهي يعني يقولوا شيء اخر، يقولوا اللهجه ما تركب في الشكل. أنت طالع معي مشاكل والله العظيم جد. سوداني مصري. دائما وقت اللي نقول مثلا ايوه كبرت في تشاد وعلمت لغه عربيه هناك، بيقولوا لا لكن تشاد ما يتكلموا فيها عربي. يا اخي انا اللي قدامك ده قاعد بيتكلم عربي صح؟ قاعد بيتكلم معك اسبانيول، قاعد بيتكلم معك كوري، قاعد بيتكلم معك فلاته. كده ممكن تتخيلوا خلاص انا كيف ما بحب كثير فكره الجنسيه اصلا. ممكن انا ما امريكي في الطريقه اللي انت تتوقعني اكون امريكي مثلا، او عندك مثلا صوره عن التشادين وبرضه انا غيرك. يعني احنا اليوم ممكن نكون مولودين في اي مكان، نتربي في اي ثقافه ونتكلم اي لغه. يعني انت عشان شكلك ما معناته انك تتكلم لغه معينه ولا تعيش حياتك بطريقه معينه. يعني انتوا كيف ما تستغربوا للملايين العرب اللي بيتكلموا انجليزي مثلا، صح ولا لا؟ يلا شكرا.